بعد أن نأخذ اتصال من زميلنا الإعلامي حافظ دراجي. مساء الخير. مرحبا. مساء النور حكيم، مساء الخير لضيفيك ومساء الخير لكل المشاهدين. تعودنا عليه وتعود عليه الجمهور بعد كل مباراة ولا قبل المباراة. أنا لا أخفي سرا بأنه تحدث مع حافظ دراجي كان يقول لي أنه نديروا نتيجة إيجابية في نيجيريا. توقعاتك هذه المرة يا حفيظ لم تكن صائبة. ذلك أنني لم أكتب ولا شيء اليوم. طبعا هي مجرد توقعات، مجرد أمنيات. تعرف بأنه في الكرة هناك توقعات تاع فنيين وتاع متابعين، وفي الكرة أيضا هناك أمنيات. طبعا ولا واحد في البداية مهما كان يتمنى لمنتخب بلاده أنه يخسر. طبعا تختلف التوقعات بالأمنيات، وبعدين عندنا مسؤولية تجاه الجماهير أننا نحافظ على أعصابهم ونحافظ على توازنهم، ونعطي لهم شوية تفاؤل شوية أمل. والأمل هذا مبني على أسس، يعني ما هوش من الخيال، لأنه ولا واحد يقدر يقول بأنه ما عندناش منتخب يعني، أو ما كوناش منتخب في السنوات التي مضت. أي نعم فيه نقائص وفيه عيوب كما كل المنتخبات، ولكن عندنا منتخب. ما الذي تغير حافظ دراجي مثلا بين المنتخب فترة قريبة من كأس العالم؟ مثلا كنا نقول أنه هذا منتخب كبير، نحن الأولين في إفريقيا، نقدروا نديروا أشياء كثيرة، وبين منتخب يفوز أكيد بعد فترة، يفوز على السيشل ويفوز على ليزوتو، بعد ذلك خيبة أمام الكاميرون، ثم خيبة أمام نيجيريا. في رأيك أنت كإعلامي وأيضا كمتتبع كثير للمنتخب، ما الذي تغير في هذا المنتخب؟ لن يتغير أي شيء يا أخي. تتحدث عن الكاميرون وتتحدث عن نيجيريا. عندنا مدة ما لعبناش على منتخبات قوية مثل هذه. أي نعم ما عندناش خيارات، يعني لم نكن نحن من يختار المنتخبات التي نواجهها سواء في تصفيات كأس إفريقيا أو كأس العالم، ولكن يكذب من يقول بأنه ما عندناش لاعبين وما عندناش منتخب. أي نعم ما عندناش منتخب متكامل. المنتخب المتكامل هو الذي يرتكز على منظومة دفاعية جيدة، واحنا الخلل كلنا نقر ونقول بأنه عندنا خلل في منظومة دفاعية. أنت اليوم تتحدث عن منتخب نيجيريا، وشفت كيف يلعب نيجيريا على أرضية ميدانه، منتشي بفوزه في لقائه الأول أمام زامبيا 2-1. اليوم أمام منتخب جزائري لعب مباراة كبيرة منتخب نيجيريا. أي نعم تراجع في الشوط الثاني لأنه كان فايز 2-0 واحنا تقدمنا، لأنه كان لازم يكون عندنا رد فعل. الشوط الثاني لعبناه ممتاز. ما كانش معنا الحظ في الشوط الاول لانه كنا قادرين نسجل هدف التعديل من 3 فرص اتيحت لنا، ولكن هذه امور تاع كرة القدم. لكن لا يجب ان نلغي كل شيء، ولا يجب ان نمسح كل شيء. الكرة هي هكذا، كرة فيها فوز وفيها انتصار. احنا واجبنا اننا نشرح للناس الفنيين والاعلاميين والمتتبعين يشرحوا للناس بانه احنا ما عندناش المانيا كمنتخب، عندنا منتخب هو من بين احسن المنتخبات في افريقيا، يربح ويفوز ويتاهل ويقصى، وهذه عاديه جدا. بين منتخب حافظ دراجي، بين منتخب ربما فتره نعاود نرجعك لفتره قريبه فقط لفتره حليلوزيتش كان عندنا منتخب جيد يتطور. هذه المره عندنا منتخب عادي لا يتطور جامد. ما رايك؟ هذا رايك نحترمه، ولكن مر بظروف مختلفه، ظروف حليلوزيتش وظروف اليوم مختلفه كثير. اولا مجموعه صعبه في تصفيات كاس العالم، لا شك في تصفيات كاس افريقيا كيف ربحنا بالسبعه مرتين او ثلاثه وكنا نمر بسهوله، ولكن لسوء حظنا كان دائما عندنا اختلالات على مستوى الدفاع. انت معك مدرب ومدرب حراس وحارس سابق يعرفوا بان الفريق الجيد هو الذي يرتكز على دفاع جيد. احنا من بين المنتخبات القليله في افريقيا التي لا تعرف من هو المدافع الايمن ومن هو قلب الدفاع، او على الاقل في وسط الدفاع. اوكي نعرفوا المدافع الايمن، احنا كان عندنا استقرار في الدفاع زمان، كان مندي على الجهه اليمنى وغلام على الجهه اليسرى، وكان عندك ما تنساش كان عندك حليش، وكان عندك بالكلام، وكان عندك مجيد بقرة الذي علق الحذاء. وبعدين ما وجدناش على مستوى خط وسط الدفاع، ما وجدناش ثنائي متكامل. شفت الاخطاء اليوم اللي عملناها على مستوى المنتخب، اخطاء بدائيه، يعني صعب عليك انك ترتكب سواء اخطاء في التمرير او في المتابعه او في التموقع. يعني هدف اول تمريره خاطئه، وهدف ثاني خطا في التموقع. في رايك لمن يرجع؟ لا ارغب في مقاطعتك كثيرا. في رايك لمن يرجع هذه الاخطاء؟ لمدرب جديد، للاعبين ما كانوش في يومهم، لقوه منتخب المنافس؟ لا في رايك انت؟ لا سيكون من الإجحاف أننا نحمل المسؤولية لأي واحد، بما في ذلك للاعب الذي ارتكب الخطأ، يعني بصفة خاصة. يعني الشيء اللي اليوم نعرفه هو أنه ما عندناش منظومة دفاعية جيدة، ما عندناش منظومة دفاعية. عندما أتحدث عن المنظومة الدفاعية أنا لا أتحدث عن الأربعة الموجودين في الدفاع، أتحدث عن منظومة متكاملة.
ما عندناش منظومه متعوده تلعب مع بعضها البعض واستقرينا عليها. كل مدرب جاء كان يغير على مستوى الدفاعات لانه ما وجدش في الضاله تاعو. اما انك تحمل مسؤوليه لاي طرف فلا تتحمل، لا يمكنك ان تحمل مسؤوليه لاي طرف او لاي شخص او حتى للمدرب، لانه المدرب بعيد عن المسؤوليه في هذا الامر. في امر خطا يرتكبه المدافع او حتى المدافع في حد ذاته ايضا لا يمكن ان تحمل اليوم كل شيء لزيتي مثلا. اي نعم لعب الشوط الثاني افضل، ولكنه وجد صعوبات في امام موزاس وامام لاعبين نيجيريين اقوياء. وهل ترى في انه الهدف الثاني كان من وضعية تسلل ولا لا؟ وش رايك؟ لا، بالاعاده يبدو كان في وضعيه تسلل برجل يعني، ولكن في اللعب عادي جدا. وضعيه تسلل مثل هذه تقدير حكم المباراة في تفصيل صغير جدا. أنا لا أريد أن أتوقف كثيرا عند وضعية التسلل أم لا، ولكن بعد الإعادة اتضح بأنه شوية في وضعية التسلل، ولكن هذا لا ينقص من قيمة فوز نيجيريا أبدا. نيجيريا 6 نقاط، الكاميرون نقطتين، زامبيا بنقطة، والجزائر بنقطة واحدة. هل ترى أن الجزائر لديها الحظوظ الكافية للذهاب مرة أخرى لكأس العالم؟ بعيدا عن نعم حسابيا، بعيدا عن العاطفه، حسابيا ما زال الحظوظ. ما تنساش بانه المواجهتين الثالثه والرابعه في الجولتين الثالثه والرابعه ستلتقي نيجيريا مع الكاميرون. اي نعم مصيرنا لن يعد كله بيدينا، ولكن ما زال اللعب يعني ما زال 12 نقطه. المهمه صعبه انك تفوز في الكاميرون وصعبه انك تفوز في زامبيا، ولكن ما دام انه فيه نفس وفيه حظوظ حسابيا لم تنتهي الامور. يجب ان نلعب تصفيات كاس العالم الى اخر رمق، ولا يجب ان نبقى هنا، ويجب ان نفهم اولا نحن كإعلاميين وكفنيين، ونحاول أننا نوصل الرسالة للجمهور بأنه هذه كرة القدم. منتخبنا ليس البرازيل وليس ألمانيا، ولو أن البرازيل لم يعد برازيل زمان. منتخبنا ليس ألمانيا وإسبانيا، نقدر نربح كما نقدر نخسر، ولا يجب أن ننقلب على هؤلاء اللاعبين لأنه لا يلامون. صدقني لا يلامون بعد الجهد اللي بذلوه اليوم في الشوط الثاني. أنا لا ألومهم كثيرا. أي نعم لو فزنا أمام الكاميرون كان ممكن السيناريو يتغير اليوم يعني، ولكنهم وعدوا وقالوا بأنه إذا غيرت المدرب رايفات سنفوز في نيجيريا. لا، هذا لم يحدث أبدا. صدقني هذا لم يحدث حكيم بهذا الشكل أبدا، لم يحدث. وأنا أعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا التفصيل. الذي حدث سواء بإعادة من المدربين بين اللاعبين أو من دون، ولكن رئيس الاتحاد تحمل مسؤولياته، اتفق مع المدرب على الرحيل، جاب مدرب آخر. المسؤولية هي هكذا، يجب أن تتحمل مسؤوليات، ويجب أن نضع أنفسنا أيضا في موقع اللاعبين وفي موقع الطاقم الفني وفي موقع الطاقم الإداري. لا أقول لكي نتجاوز ولكي نتفهم الأمور. الكرة هي كرة، احنا عندنا اختلالات كثيرة جدا، عندنا اشياء ايجابية يجب ان نحافظ عليها. لا يجب ان نكسر كل شيء. احنا ما عندناش منتخب اخر نصر، وهذا منتخب جزائري وهذو ابنائنا نحافظ عليهم. اي نعم ننتقدهم عندما ما يلعبوش مليح، ننتقد ادائهم سواء فردي او جماعي، ننتقد حتى ممكن تهاونهم في بعض الاحيان، ننتقد اننا في بعض الاحيان كبرناهم اكثر من اللازم، وفي بعض الاحيان صغرناهم اكثر من اللازم. ما ننساش حكيم بانه مروا بفترة شهر، انت كنت في تواصل مع بعض اللاعبين وتعرف الظروف اللي مروا بها في الشهر الماضي. كانوا في ظروف عصيبة جدا وضغط رهيب مفروض عليهم. طبعا هذا لا يبرر اي شيء، لانه لاعب بتاع كرة لازم يتحمل عليها الضغوطات، مثل ما يتحمل الافراح ولما يرفعوا الناس فوق الرؤوس لازم يتحمل ايضا الخساره ويتحمل الضغوطات. قبل ان اطرح عليك سؤال حول قدرة هذه القيمة الكبيرة لتفاؤلك حول المنتخب الجزائري بعيدا عن تشاؤماتك السياسية، أرغب في أن يكون تزاوج على الأقل. العربي الهادي يرغب في طرح سؤال على حفيظ الدراجي، لا يريد تفويت الفرصة. معك. السلام عليكم أخ عبد الحفيظ. مرحبا في العربي خويا. شوف لاباس خويا عبد الحفيظ. شوف حنا رانا مع بلادنا في كرة القدم مهما يكون ثمن. حنا نرجع لك على كلامك على الدفاع. حنا كل ما نجوزوا في البلاطو عندنا 4 شهور ولا 3 شهور وحنا نجوزوا على البلاطو ونتكلموا على المشكل تاع الدفاع. هل المشكل تاع الدفاع هذايا ما يسيبولوش حل، ولا ما عندناش لاعبين في اوروبا او في الجزائر؟ انا نظن بانه ما عندناش لاعبين، مع احترامي لكل اللاعبين الموجودين، ولكن ما عندناش لاعبين مستوى عالي تاع منتخب جزائري اللي ممكن تلعب به امام نيجيريا وامام الكاميرون، لانه الروبير هذا هو نيجيريا والكاميرون والمانيا والبرازيل، هذا هو الروبير تاعك. فانا اعتقد على حسب رايي ما عندناش مدافعين، واذا عندك انت في العربي او في مهداوي ممكن راكوا في الجزائر وفي الميدان، انا مدابيه تذكرهم يعني عندنا مدافعين ولكن محدودين في بعض. ما رايك عبد الرحمن المهداوي يرغب في سؤال؟ تفضل. صح، ممكن محدودين
حقيقة وما عندناش مدافعين معناتها في القمة تاع لاعبين مستوى عالي، ولكن الشيء اللي لما نكون في هذه الحالة مهما كان الظروف مهما كان ضروري فيه فريق تكون منظمة دفاعية، ولكن نعمل بالشيء اللي موجود. عندنا لاعبين ولا ما عندناش عبد الرحمن؟ اللاعبين حتى نقول الى المستوى ماهوش مستوى كوسط ميداني او كهجوم، ولكن ممكن ندير دفاع على حساب الامكانيات وعلى حساب اللاعبين. اليوم الشيء اللي لاحظناه، مانيش نقد اي مدرب ولا اي فريق، ولكن انا كان من الاحسن ليا قال الشيء اللي عندي موجود نختاره ونستمر معه. الاختيار نعاود نرجع الى كل يوم، للاسف هذا الشيء اللي راه معناتها يحيرني شويه. لما نختار مجاني ونديرو في قلب الدفاع وكان اختيار نقول ذكي، لان باش نعطي الخبره باش نعطي اشياء كثيره، نكمل مع مجاني ونختار لاعبين على حسب مستوى ونبقى نستمر معه. ولكن الشيء اللي موجود كل مباراه فيه تغيير. انا كنت احسن اليوم كان مجاني يبقى كقلب دفاع ونزيد معاه مندي ولا بالقروي والامور خيارات خاطئه احسن، خيارات فنيه ولا احسن، ولا نغير الدفاع خط الدفاع بثلاث مراكز ونزيد نغير وسط الميدان بمجاني. نغير هالتغييرات هذه ما تعطيش يا للاسف الاستقرار ونقول تان ما تعطيش مهما كان ظروف ما نجمش. وقالها كما قلتها من السابق وقالها الاخ دراجي، قال لو ما يكونش قاعده اللعب من بدايه الدفاع من ممكن باش تكون عندك فريق قوي. إذا حبيت تقول لي وكأنه رانا ندور في حلقة مفرغة، عبد الحفيظ دراجي، هل أنت متفائل بمسار المنتخب الوطني يتحدث على المونديال؟ بعيدا عن كل تشاؤماتك السياسية. لا اي والله هذه التشاؤمات السياسيه لازم ارجع لك عليها. عبد الرحمن النهداوي يعرف جيدا بانه المدرب او المسؤول في اي مكان يجب ان يختار. اعتقد بانه صعب اننا ننتقد خيارات اي مدرب، اي نعم نقول عليها بانها وفق في نهايه المطاف او لم يوفق، ولكن الاختيار يبقى اختيار. وهذه قضيه مجاني كان يلعب حتى في عهد علي العزيز كان يلعب وسط ميدان ارتكازي ولعبوا في بعض الاحيان قلب دفاع، ولكن احنا مشكلتنا لما راح الليش وراح بالكلام وراح بوقرم ما وجدناش على مستوى خط وسط الدفاع الناس ممكن يخلفوا هذا. ولكن يبقى وانه قد اتفق مع عبد الرحمن النهداوي في الخيارات في التغييرات المتكرره، ولكن انا اعتقد بانه لم تكن لدينا بدائل. اما في قضيه التفاؤل والتشاؤم، التفاؤل السياسي والتشاؤم التفاؤل السياسي، معروف على حفيظ دراجي انه متفائل، معروف على حفيظ دراجي انه متفائل كثير بالنسبه للمنتخب الوطني وفقط بعيد عن كره القدم المحليه، وكانه تنويم مغناطيسي تماما. رغم انه في فتره، رغم انه حقيقه حفيظ دراجي رغم انه المنتخب الوطني لا يسر حاليا، ولكن مع ذلك نقول لك بأن المنظومة الكروية في الجزائر على مستوى المنتخب هي من أفضل المنظومات الموجودة اليوم. لو تشوف أنت قطاع الصحة والتربية والصناعة والفلاحة والسياسة تشوفهم منظومات فاشلة عموما، يعني في العموم ما نتكلمش كاين أشياء إيجابية، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، ولكن المنظومة الكروية السياسة المعتمدة بالاعتماد، خلينا نكمل، بالاعتماد على اللاعبين المحترفين نجحت إلى حد بعيد، أهلنا مصرين إلى نهاية كأس العالم. بقت تفاصيل صغيرة. هذا لا يعني بأنني متفائل فقط في الكرة ومتشائم في أمور أخرى، لأن الكرة مقارنة بشؤون البلد هي ولا شيء. يعني الكرة هي متعة، هي استمتاع، هي حاجة زايدة، ولكن الوطن والبلد مهم جدا. الاقتصاد مهم جدا أكثر من الكرة، الاستقرار السياسي مهم جدا أكثر من الكرة، الاستقرار الأمني مهم جدا أكثر من الكرة، كل هذه الأمور مهمة جدا أكثر من الكرة. مجرد متعة، نربح ونخسر لأنه ليش مرتبطة بيك أنت، لأنه أما الاقتصاد مرتبط بيك، سياسة اقتصادية رشيدة وإعلام حر وحريات والديمقراطية هذه كلها توصلك. أما أنك نبقى مركزين على الكرة وعلى المنتخب والكرة ضعيفة والمرافق مهترية والنظام الكروي أيضا فيه وعليه، فلذلك أبدو لك بأنني متشائم. أنا لا، أنا متفائل في حياتي في كل شيء، ومع ذلك نقول لك اليوم بأنه أنا متفائل بمستقبل الجزائر بشرط أن تكون فيها أشياء تبعد على التفاؤل. أنا عمري ما كنت متشائم. سعيد جدا بتواصلك معنا دائما زميل العزيز، أنا أسعد لما يكون معي حفيظ دراجي. شكرا جزيلا لك. وأنا كذلك، يرحم والديك. شكرا جزيلا والدي ووالديك. مانيش عارف إذا نروح الفواصل يا شريخ، سأعود إليكم للحديث بشكل تفصيلي عن التشكيلة.
هي منطقيه بالنسبه للمدرب. حنايا كل مقابله كاين تشكيله جديده. ذيك افضل من هؤلاء اللاعبين؟ ما كاش افضل من هذوك. كان يكون في المقابله تاع الكاميرون كان يكون فيها لاعب واحد يتبدل. هذا ما كان انا على حسب رايي كان يتبدل زفان ويخلي الفريق، يخلي اللاعبين كما كانوا، واللي كانوا نتاسفوا عليهم اللي راهم مصابين كانوا يتعوضوا. يعني شوف مهما قلب الدفاع تبدل قلب الدفاع. معناتها كل مقابله رانا قلب الدفاع راه يتقدم. لحد الان عندنا مشكله تاع الدفاع مازال. في الحقيقه تكلمنا على الموضوع هذا، ولكن زيد انا الشيء اللي كان مخوفني حقيقه هو بطبيعه الحال لما شفت التشكيله قلت كل مباراه التغيير، وزيد التغيير في خط الدفاع. شوف باش نكونوا منطقه، احنا ما نتنقدوش على النخيب او اللي اختار الفريق، ولكن لما احنا كمدربين نقولوا احنا نحاولوا باش يكون استمرار واستقرار في التشكيله مهما كانت التشكيله. نعاود بطبيعه الحال بالتاريخ، التاريخ يتكلم، لان المناصر تكلم على سعدان ونتكلم في عهد سعدان، لان كان الاشكال كان فينو الا في الهجوم، لان كان خاصنا راس حربه، ولكن عرفنا كيش يكون منظمه خاصه دفاعيه، ولكن كان استقرار. بعض الاحيان احنا نشوفوا عده من كل مباراه في التغيير. وفين التغيير؟ في قاعده الفريق، هي باز تاع الفريق هو الدفاع. نحبوا نكرهه. الحارس مرمى كنا مبسوطين، كنا قابلين بوجود مبولحي في الحارس مرمى لان مركز حاسم، ولكن في الخط الدفاع لا نحب نرجع الى لا كتقني ضروري نتكلم عليه. لما صبت الراحه شويه مع رجوع مجاني في الدفاع، كنقولوا كقلب دفاع. نعم. لما صبنا الراحه يستمر في هذا المكان. نحاول باش أرغب في أن تعطيني بعض التفاصيل الفنية بعد أن نأخذ اتصال من زميلنا الإعلامي حافظ الدراجي. مساء الخير. مرحبا. مساء النور حكيم، مساء الخير لضيفيك ومساء الخير لكل المشاهدين. تعودنا عليه وتعود عليه الجمهور بعد كل مباراة ولا قبل المباراة. أنا لا أخفي سرا بأنه تحدثت مع حافظ الدراجي